يا من تذهب ستعود، يا من تنام سوف تنهض، يا من تمضي سوف تبعث. فالمجد لك للسماء وشموخها، للأرض وعرضها، للبحار وعمقها. البردية دي كانت هي بداية كل صرح أثري عظيم انت بتشوفه، زي المتحف اللي العالم كله بيشوفه اليومين دول. بردية زي دي جزء منها وقع تحت السيد ماسبيرو اللي كان مسؤول عن هيئة الآثار في الوقت ده، وبيكتشف السيد ماسبيرو إن دي مش مجرد تكرار لبعض الكلمات اللي موجودة في كتاب الموتى، لأ، دي دليل واضح وصريح عن اكتشاف أثري كبير موجود في طيبة. سنة 1881 كانت في عيلة اسمها عيلة عبد الرسول، أخين أحمد ومحمد عبد الرسول، اكتشفوا مقبرة فيها كل آثار ومومياوات ملوك من الأسرة 18 للأسرة 21، وبيقرروا يبيعوها لواحد دبلوماسي اسمه داوود باشا، بياخد منهم الآثار ويبيعها بره ويديهم ثمنها، لحد ما جزء من البردية دي بيقع في ايد السيد ماسبيرو وبيؤمر يبحثوا عن السارق للآثار دي. الأخين محمد وأحمد الطمع بيدخل ما بينهم، وبيقرر واحد منهم يهد المعبد على اللي فيه ويفتش عن السر للسلطات اللي بتكتشف أهم اكتشاف أثري حصل في القرن ال19. قصة المقبرة دي يا شقيق أو خبيئة الدير البحري معظمنا عارفها أو سمع عنها لو شاف حلقة الدحيح، ولذلك احنا مش هنتكلم عن اكتشافات المقبرة او الملوك اللي كانوا مدفونين في الخبيئة دي، لا، انا هكلمك عن يوم 9 سبتمبر سنة 2025 عصرنا الحالي، لما سيدة مصرية اخصائية ترميم في مخازن المتحف سرقت اسورة فرعونية نادرة وباعتها لتاجر فضة، وتاجر الفضة باعها لصاحب ورشة ذهب في الساخة، وقام مسيحها وضيع معالمها الأثرية نهائي، وطبعا اتقبض عليهم كلهم. بس بعد ايه؟ بعد ما الاسورة فقدت قيمتها نهائيا، والحادثة هي اللي هترجعنا لسنة 1969 لما المخرج الكبير شادي عبد السلام بيعمل فيلمه العالمي الأول المومياء. فيلم المومياء كان محاكاة لعيلة عبد الرسول، الأخين اللي اختلفوا على سعر الخبيئة، فواحد منهم بلغ البوليس، لكن شادي عبد السلام بيحول حكاية الأخين دول لرسالة قادمة من أجدادنا لكل حد